بيصاحبك عشان خاطر مراتك. طب قول لي يا عم سالم، انت عايش هنا؟ لا طبعا. انت بتنام هنا؟ عامل كنبه كراسي وخشب. لا حول الله يا رب. انت بتنام هنا ازاي؟ ده بص العفار انت مستحمل ليه ده كله؟ عشان الظروف، ربنا امرك بكده، اللهم اعتراض. ربنا ما بيجيبش البني ادم حاجه وحشه، ربنا بيجيب الحلو كله. بس احنا الوحشه من البني ادمين، مش ولا من الدنيا ولا من ربنا ولا من البني ادمين. طبعا ايه دلوقتي بقى في خيانه في كل حاجه. زمان كنا نطلع البيت صحابنا وكده، عينينا في الارض، عينينا في الارض. فاهم. لكن احنا دلوقتي لما مؤاخذة لا قدر الله، الواحد دلوقتي بايه؟ بيصاحبك عشان خاطر مراتك، عشان خاطر الفلوس. تمام. عايزك توجه رسالة للناس كلها. لو للناس اشتغل، ما تديش ايدك لحد. لا مؤاخذة، عشان لو اشتغل زبال مش ايه، طالما ايه لقمة بالحلال جدع يا عم سالم. خلاص. صح. لو هتكنس الشارع من الاول للاخر حرام وحش. يعني انا بيبقى معايا 100 جنيه حلال و1000 جنيه حرام. ال 1000 جنيه الحرام هتطير، لكن ال 100 جنيه الحلال هتفضل في جيبك. ما شاء الله. ليه؟ عشان ربنا مديك ايه؟ بركه فيها. شوف، رغم كل اللي حصل معاك ده كله وراضي وبتشتغل بالحلال. ليه بقى؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى عايزني كده. الراجل ده يا جماعة عنده كمية رضا، بيعرف يحط راسه على المخدة دي ينام. يعني أنا مش عارف، هو عايش تحت الأرض يعتبر. بيشتغل هنا وبينام هنا. طبعا دي مش عيشة وهو راضي. يعني أنا شايف إن دي مش عيشة وهو راضي راضي. بقى ايه؟ رحمه ربنا، صح. ان ربنا رحيم بعباده. لازم احنا نبقى فيه رحمه شويه عننا. ليه؟ عشان ما فيش احن منه ربنا. انت لو مؤاخذه لو صليت ومشيت مع ربنا كويس، ربنا بيقوي لك قلبك ويسند لك ظهرك. ليه؟ عشان انت قربت من الله عز وجل. قضي فوت ربنا احسن من كنوز الدنيا دي كلها بقى. مش الناس لما بتيجي تشتغل، بنات بتشتغل ولا النسوان، فاهمني؟ هتشتغل مع رجاله بمعنى صح. ده الواحد لازم يبقى دمه حر على نفسه. ايوه يا عم، احنا ناس شرقيين وبالنبي، الله انت ينور مش عايز عليك. مراتك تختلط برجاله بالظبط. ولا عيب ولا حرام. ليه؟ احنا كاتبين على سنه الله ورسوله، وانا عايز اريحك. راجل. وانتي سمعتي كلام ابوك وامك لحد ما خربوا لك بيتك. بس غلط من عندك يا عم سالم. بيقول لك قبل ما تاخد البيت خد اهلها. طب انا شوف أمها، اقول لك ليه شوف بقى؟ أبوها. جاي لك في الكلام. انا امي الله يرحمها جوزتني جواز تقليدي. الله يرحمه. جواز تقليدي اللي هو جواز صالونات، اللي هو في يعني بنت مثلا فلانه كويسه بقى انت باخدها. مثلا اختك ايه كويسه وطيبه وبتاع بس في حاجه اسمها خطوبه يا عم سالم. احنا ما طولناش بقى في الخطوبه. لا، عشان كده بقول لك انت اللي انا غلطان. كان عندي الشقه والعفش، عدت في كبير قوي 3 4 شهور اللي هي خدتهم. طبعا دي لا حول كانت ولا قوة. طبعا دي كانت اكبر مني. اللي انت متجوزها كمان اكبر منك. كانت اكبر مني لا حول سنتين ولا ولا حاجه. طبعا دي وقفت لحد 30 سنه، محدش عايز يجوزها. وانت اتجوزتها. الله عليك. انت لبست يعني هي زي بيقولوا ايه، عنست. عم سالم، انا عايز اعرف انت عايش هنا ازاي؟ انا عايش عشان ربنا اراد اللي انا اعيش كده، عشان بيتي وقع. بيتك وقع؟ بيت كان قديم وكده ووقع لوحده. الارض بتاعت البيت مؤاخذة ده وكس. طبعا ايه، عندي عمي ربنا يسامحه ويغفر له، اول ما لو ابويا مات قال لك انا ايه البيت ده ايه، ابوك ما كانش ليه حاجه عايز اخد البيت ايه. احنا في اخر الزمان اقسم بالله، والله في اخر الزمان. وبعدين عمي ده اخر عمي، مش متجوز ولا مع عيال. لما تيجي تقول لعمك انا عايز ابات عندك يوم ولا يومين، يقول لك لا مش هينفع. واسمه عمك. مش الدنيا، الناس، والناس اقرب الناس اليك. يعني يا ريت الناس غرب ماشي هتقول ماشي. لا، اقرب ما ليك اقرب ليك. الله ينور خليك عليك. فاكر دي كويس، حط حلقه في ودنك. توقع اي حاجه من اي حد في اي وقت في الزمن اللي احنا فيه ده، مش بيبين غير معدن البني ادمين. تمام. اسمع اللي بقول لك عليه. تمام.